بنقابل ابو يحيى الاستاذ عبد العزيز شرباش في ميدان التحرير يوم الجمعه 8/7، الجمعه العظيمه التي ترفع شعار الثوره اولا. ابو يحيى، انت جيت النهارده ليه جمعه الثوره اولا؟ لان احنا غلطنا لما سيبنا الميدان يوم 11، وغلطنا لما اتخدعنا في الاستفتاء، وغلطنا لما تنافسنا في الانتخابات والدستور، لان كل ده سياسة والثورة مش سياسة. الثورة شعب، يعني اجتماع. لازم الشعب يرجع، لما الشعب يرجع حقوقه نبقى نلعب سياسة. غلطنا ان احنا حولنا ملعبنا من ملعب الثورة لملعب السياسة، فلما نرجع تاني للثورة ده مكسب حقيقي. الثورة نبل والسياسة خسة، علينا ان نكون مع النبلاء وليس مع الانذال. عشان كده رجعنا. طيب ما حقوقنا بترجع واحدة واحدة يا ابو يحيى، ولا انت مش حاسس ان حقوق الشعب المصري بترجع؟ طبعا هو وجود محسن النعماني حزب وطني وكان معارض، ده معناه ان حقوقنا بترجع. وجود حسن يونس وسيد مشعل معناه ان حقوقنا بترجع. طبعا براءة السادة الضباط اللي قتلوا اعداء مصر الشرفاء في الميدان معناه ان حقوقنا بترجع. طبعا وجود السادة القضاة اللي معروف عنهم النزاهة العظيمة معناه ان حقوقنا بترجع. واضح ان حقوقنا بترجع، بس عاملة بترجع ازاي؟ احذر السيارة ترجع الى الخلف. السيارة ترجع الى الخلف، لكن في ظل وجود النائب العام، هل لا يقنعك وجود النائب العام في عملية اعادة الحقوق لاصحابها ومحاكمة الفاسدين؟ نعم. البديهة بتقول ان اول اسباب قيام اي ثورة هو الظلم، والمنطق بيقول ان النائب العام اكبر وظائفه تحقيق العدل. تمام. وده معناه ان الثورة اول ما قامت ضد النائب العام اللي عجز عن تحقيق العدل وكان بيحقق الظلم، فالشعب قام ضده. ازاي اللي الشعب قام ضده هو اللي هيحقق للشعب العدل؟ شيء غريب، منطق غريب. الشعب قام ضد عبد المجيد محمود لانه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تحقيق العدل وفشل فيه، ازاي هينجح في انه يحقق العدل؟ الحكومة بتتكلم دايما وبتقول ادونا فرصة والنبي خلوا الوضع يهدى علشان خاطر نقدر نعمل لكم حاجة مفيدة في البلد عشان نقدر نحقق مطالبكم. هل الحكومة لما تطلب من الشعب المصري انه يهدى ده طلب مشروع وعلى الشعب انه يسمع الطلب ده وينفذ، ولا طلب غير مشروع وعلى الشعب ان يستمر في ثورته؟ هو الطلب مش القضية مشروع او غير مشروع، هو طلب غبي. الهدوء لا يأتي بالطلب، الهدوء يأتي بالاحتكام الى المادة الثانية من الدستور اللي هي الشريعة. وعندي آية قرآنية بتقول ولكم في القصاص حياة، يعني عايز تحقق الهدوء والحياة والاستقرار عليك بالقصاص. والآية بتعقب، ربنا بيقول يا أولي الألباب، يعني اللي عندكم عقول عايزين هدوء الجو للقصاص هتلاقوا الهدوء. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا عندي شيخ جليل عظيم قيمة اسمه الشيخ الشعراوي، بيوزع له كليب بسيط من مقطع بيقول ولما يرجع الحق من الظالم للمظلوم من هنا يأتي الهدوء. مش بالطلب، ده طلب غبي. الهدوء والاستقرار لا يحقق بالطلب ولكن يحقق بالعدل وبالقصاص. لكن الحكومة بصحافتها وبإعلامها الفاسد قدروا يفهموا شريحة كبيرة من الشعب المصري الغير متابع متابعة جيدة لميدان التحرير، انه يفهمهم ان اللي موجودين في ميدان التحرير شوية بلطجية، وان اللي موجودين في ميدان التحرير بيوقفوا عجلة الانتاج، واللي موجودين في ميدان التحرير واقفين حال البلد. فاستمعت هذه الشريحة لهذه الاكاذيب وابتدت ان هي ترددها، وبقينا نسمع على المستوى الشعبي ناس بتقول ان يعني خلاص الدنيا خلصت والثورة قامت ونجحت والرئيس مشي، انتوا عايزين ايه تاني؟ الناس اللي هي مش فاهمة وما عندهاش تصور دقيق للموقف، نرد عليهم ونقول لهم ايه يا استاذ عبد العزيز؟ هرد عليك انت يا محمد. الناس دي فاهمة وكل حاجة، بس ايه؟ الثورة وشباب الثورة بيختلف عن الشعب العادي في حاجة بسيطة. شعبنا من طيبته لما بيتسرق منه 1000 جنيه لو رجاله جنيه بيفرح، وكفاية على كده. اما شباب الثورة عايز ال1000. هو عبارة عن خلاف في السلوك وفي علم النفس، لكن الشعب فاهم ان مش الثورة هي المسؤولة عن الفوضى، والشعب فاهم ان لازم الحقوق ترجع، بس هو ما تعودش على كده. فما تلوموش يا محمد، الشعب فاهم وكل حاجة، لكن القضية ان شعبنا القليل يكفيه ويرضيه. بالعكس والله مش عايز ال1000 جنيه ترجع،
بس وقف السرقه، بلاش والله الشعب موافق يجي مسؤول بس يسرق بحنيه. شعبنا اصله طيب جدا لكن ابدا فاهم وواعي وكل حاجه، لكن شباب الثوره مختلف في انه لابد ان تعود الحقوق كامله. هكذا يفكر الشباب وهكذا يفكر الشعب، وعلى كل طرف ان يحترم الاخر. انا اللي بيعز عليا واللي بيضايقني اني اسمع من ناس المفروض ان هم على درجه من الفهم والوعي كلام من نوعيه كفايه بقى اللي في الميدان دول شويه بلطجيه. هل انت شايف النهارده وجود لاي بلطجيه في الميدان النهارده 8/7؟ شوف يا محمد، هؤلاء الناس في عرفهم انك تطلب حقك ده بلطجه. ان انت الحكومه بتضغط عليهم ماليا فيجي يقول لك انت اللي بلطجي. بمعنى اخر الناس دي برضو عندها جزء من النفاق اللي عباره عن تبرع، هو بينافق متبرع. خلاص تعود انه ينافق السلطه بتقول علينا بلطجيه هو هيقول بلطجيه. اتعود انه يا جماعه يوم 5 يونيو و6 يونيو كان لسه في مصريين متهيأ لهم ان احنا على ابواب تل ابيب، لان التلفزيون المصري والاذاعه المصريه قالت احنا كسرنا 200 طياره و300 طياره، فهو عنده استعداد لانه يصدق الاكاذيب. ليه؟ لانه لما بينزل للحقيقه بيتعب. فما ينفعش اقول له غير يا ابن الناس الحقيقه هي السبيل الوحيد للحياه. تمام. طيب احنا اخر فيديو كنا صورناه يوم 27/5 كنا بنتكلم في نقطة ان الاخوان ما نزلوش الميدان يوم 27/5، ومع ذلك الحضور في الميدان كان حضور قوي جدا، وقدر يوم 27/5 انه يحقق بعض من اهداف الثورة. النهاردة الاخوان يوم 8/7 ما تعلموش من غلطتهم وغلطوا نفس الغلطة، وجم يوم قبل يوم 8/7 وقال لك احنا مش هنشارك، وانقسموا على نفسهم، وشباب الاخوان قال لك هنشارك، ونرجع تاني لنفس نقطة البداية بتاعة الاخوان في مشاركتهم او عدم مشاركتهم من جمع الثورة. انت شايف النهاردة ان الاخوان اصبح ليهم اهمية اساسا على الساحة السياسية بعد موقفهم المتخاذل وموقفهم العار على مصر ما بيظهر وبيتضح يوم بعد يوم؟ انا شايف ان ما عادش حاجة. يعني ايه، الاخوان الاول كانوا بيتميزوا بما يسمى الكتلية، وهذه الكتلية انتهت. اصبح الاخوان عبارة عن حزب الحرية والعدالة، حزب التيار المصري، حزب النهضة، واحزاب اخرى، واصبح فيه اخوان وشباب اخوان وشباب اخوان منضم للائتلاف. فالتفتت زي ما الثورة المضادة بالاستفتاء وغيره حاولت تفتت في الثورة، الاخوان حاصل جواهم تفتت وسيستمر وسيتزايد. ويعني يا خسارة اللي عملوا البنا في سنين، الناس اللي موجودة مكتب الارشاد العظيم ده بينهيه في ثواني. الاخوان زي ما ليهم تاريخ سيء كقتل النقراشي والكازندار، ليهم اشياء جميلة زي المشاركة في 48، وزي ما ليهم مواقف ايضا سيئة في الثورة زي القفز من مركب الثورة النبيلة الى مركب السياسة الخسيسة، ليهم فضل يوم موقعة الجمل. القضية ان الكل طرف يقف مع نفسه، يلوم نفسه، يصحح اوضاعه. انا لا اتصور ان جماعة تخطى عمرها 80 ما عندهاش مراجعات، وان كان عندها مراجعات ليه ما بتعلنهاش؟ وان كانت شايفة ان ده شأن خاص يبقى شيء غريب قوي. انت بتطرح نفسك للعمل العام وتيجي عند ده شأن خاص. لا، علم الناس ان النقد مش عيب، وان مراجعة الذات اساس من اسس علم النفس واساس من اسس الدين. تمام. الاعتصام هيبدأ النهاردة يوم 8/7 ان شاء الله. شايف ان الاعتصام ده هيمتد لفترة قد ايه، وايه اللي ينهي الاعتصام؟ اول شيء يعني حته ايه اللي الله عليك، زي ما الراجل الطيب اللي وراك، انا عايز محاكمة علنية، وعايز قرار احالة العدل للنيابة وادلة الادانة تعلن في الجريدة الرسمية، وعايز يحاكم تلفزيونيا. يا جماعة تصدر الاحكام باسم الشعب، والعدل يعاقب في جريمة ضد الشعب. أليس من حق الشعب أن يرى ذلك؟ لماذا تستكثرون على الأجيال القادمة توثيق التاريخ؟ عندي فرصة لتوثيق التاريخ. كفاية بنكتب تاريخ مزور، عمالين نكتب. شعب مصر يظن ان الجمهورية بدأت 52 والحياة بتقول ان الجمهورية بدأت 53. شعب مصر يظن ان ثورة 52 قامت ضد الانجليز. اقرأ اول بيان كان ضد الملك، لم يذكر في البيان كلمة الانجليز. كفانا تزوير للتاريخ، كفانا عدم توثيق للتاريخ.
حق الأجيال القادمة أن ترى حبيب العدل وحسني مبارك وهما يحاكمان، وحق آباء الشهداء وحق المصابين. يا جماعة القضاء مسؤول أول شيء عن رد الحقوق، والعلنية شرط في المحاكمات، والتلفزيونية في هذه الحالة هي العلنية. أما ما يحدث فمخالف للقانون المصري وللقانون الدولي وللشريعة ولكل الأعراف. بنسبة كام في المية شايف ان ممكن تتم محاكمة علنية لمبارك وابنائه ولكل الفاسدين؟ النسبة النسبة التي أراها ستتغير تبعا لما يحدث. إذا أزيح عبد المجيد محمود ورجاله وجاءت نهى الزيني ومحمود الخضيري وزكريا عبد العزيز إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا لا أستطيع تقديرها. أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه فذلك من الصعب، لأن أعتقد أن حبيب العدلي حينما يوجه إليه بعض القضاة المشبوهين أي تهمة على المستوى العالمي سيرد بما لديه من ملفات ضد هذا القاضي، فهذا الرجل لديه ملفات لجميعهم ولديهم سيديهات لجميعهم. لا، اللي عنده سيديهات مرتضى منصور مش حد تاني. مرتضى وحبيب ايد واحده. انا بشكر استاذ الخباز الفصيح الاستاذ عبد العزيز شربات، ومبسوط ان انا قابلتك في الميدان النهارده. وانا محمد، وادينا قاعدين في الاعتصام بقى لما نشوف هيحصل ايه. ان شاء الله ربنا معانا يا ابني. احنا طلباتنا طلبات مشروعه، واحنا انا بالمناسبه بقول انا للثوره ان تحتضن المطالب الفئويه التي رفضناها من 5 شهور وقلنا مش وقتها. شهر 7 وقتها، ولا قولوا لنا هو في شهر تاني للميزانيه واحنا ما نعرفش؟ قولوا لنا خلاص بقى. هو شهر 7 شهر الميزانيه. خلاص طب هنقعد نأجلهم لحد امتى؟ لحد امتى؟ شكرا يا فندم.